حاسه بطعم السواد في حياتك؟ يعني زيه زي اي ساندوتش عادي؟ حاساه محروق؟ ليه؟ لا مش محروق، بس هو ليه طعم. طعم ايه بقى؟ المانجا؟ الزيتون. الساده المشاهدين الحقوني، ممكن اخلصه؟ مش هو ده اصلا الساندوتش اللي انت كلتيه الاول؟ لا طبعا. ده اللي انا طالباه. ده مش اكل محروق، ده معمول بحاجه اسمها الفحم المنشط او الاكتيفيتد شاركول، وتقريبا دخل في اكل وشرب وكافي زي ما احنا شايفين. هو عباره عن 95% من الكربون بيضاف ليه الخشب وقشر الجوز او جوز الهند بعد ما بيتم تنظيفه وتنقيته. الترند ده بدأ من 2018 واللي دخلته على العالم كانت اليابان. انتشر في أوروبا من خلال إيطاليا، وكانوا متوقعين ان الترند ده هيخلص بنهايه 2018، لكن الغريب ان الترند ده استمر لحد النهارده. غير منيوهات ومطاعم غيرت شكل الانتاج بتاعها. We didn't thought that it will be a trend. We just think that people will love this because of these healthy benefits. That's where the idea came from of adding the charcoal flavor actually of most of our dishes. Like we try to put it in the cream, like a whipping cream. So we want something which is guilt-free, and then people will love to eat sweets. At the same time, they having the thought of I'm getting the healthy benefits of the charcoal. دخول الفحم في الاكل كان بسبب علمي. في سنة 1985 خرجت دراسة بتقول إن استخدام الفحم بينشط عملية الهضم وبيساعد إن الجسم ما يمتصش العناصر غير المفيدة في الأكل. ولكن زي ما احنا عارفين إن كل حاجة لما بنستخدمها بزيادة ممكن تضرنا. لو زودنا في استهلاكنا للفحم المنشط أو الأكتيفيتد شاركول ممكن يحصل توابع، إن الجسم بيفقد العناصر الغنية اللي في الأكل، ورقم 2 إن ممكن يحصل إمساك. فكروا كويس، احنا نقلنا لكم تجربتنا مع الفحم وقرروا قبل ما تسودوا عيشتكم بايديكم. اشوفكم في حلقه جديده من سباكس. كلنا بقى نحلي بده. هو يعني عشان ما نحسش بالذنب لما نخرج بره الدايت بلان ونبدا ناكل حاجه سويت. هو الكريم ده المفروض تشاركول كريم بدل الويب كريم علشان ما نحسش بالذنب واحنا بناكل الحاجات الحلوه دي قوي. حلوه قوي.